بالنسبة للانفجارات اللي بتحصل لاخواتنا الأقباط في الكنايس بتاعتهم بتاع كل عيد، مش هينفع تكون كل عيد نتصل باخواتنا المسيحيين، بدل ما نعيد عليهم نعزيهم. ومش هينفع برضو كدولة ما نعرفش نأمن كنايس بتاعت اخواتنا الأقباط. معرفناش طيب نأمن كنيسة بتاعت 2011 لو تفتكروا، نتعلم بقى من الغلط ده ونأمن علشان ما تنفجرش كنيسة بتاعت السنة اللي فاتت وبتاعت اللي قبلها وبتاعت اليومين دول. لازم يكون في تأمين جامد. اخواتنا الأقباط احنا مسلمين، واحنا ما ومسلم عمره ما يأذي اخوه، وسيدنا محمد كان موصي على المسيحيين واحنا ايد واحدة. فده واحد او حد عايز يعمل فتنة بينا، واحنا مش هنتفرق ابدا، احنا طول عمرنا كده. انا بس عايز اوجه كلمة واحدة للي مسؤول عن التأمين عموما. لما بيجي لك واحد من بره زي ميسي وزي نيمار وزي ناس مهمين بيجوا من بره، التأمين بيبقى عليهم بكمية غير عادية، والبلد بتتقلب وبتفضوا الشوارع وبتقفلوا الإشارات المرور، الدنيا بتتقلب. ده جاي من بره، لكن ده أهلك وده ناسك، وهتتحاسب عليهم وهتتسأل عليهم. وزي ما بتأمن بره ناس بره علشان بلدك، فهي دي بلدك، فانت تأمن دول أولى من أي حد بره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذى ذميا فقد أذاني، ومن أذاني كنت خصمه يوم القيامة. أنا عايز أوجه كلمة الإرهابي أو أيا كان اللي بيفجر نفسه ده علشان يموت نفس. انت لو فاكر انك بتعمل كده ان ده طريق مختصر للجنة، اللي بعتك ليه ما عملش كده؟ يعني انا عايز الناس تفكر. انا عايز بس انا اسيب لكم اوريكم اخواتنا الاقباط كان تعليقهم ايه على الحوار ده. الله يكون في عونهم وربنا معاهم، وكل تعزينا لاخواتنا الاقباط، واحنا طول عمرنا واحد.